السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من مطبخ ام دونا. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد مني، وتشتركوا في القناة. وهنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة الانجليش كيك بالزبيب. طبعا الكيكة بتاعتنا هشة جدا واسفنجية، وبصراحة شكلها تحفة جدا وطعمها خطير. طبعا واضحة معانا كده زي ما احنا شايفين. طبعا لونها جميل جدا وواضح معانا طبعا ان هي هشة وطرية كده وطعمها تحفة جدا. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، وكملوا معايا الفيديو ونشوف المقادير. معايا كوبايتين دقيق منخولين طبعا كويس جدا. معايا عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا نص كوباية من الزبدة، ونص كوباية من الزبيب، وكيس كيك شيف او بيكنج باودر، ومعايا كوباية الا ربع سكر حبيبات، وكوباية لبن حليب، وطبعا سخنة، ومعايا معلقتين من جوز الهند الناعم، وطبعا فانيليا. دلوقتي هنسيح الزبدة بتاعتنا كده على نار هادية كده عشان نشتغل بقى مع بعض، ونجيب بقى شفشق الخلاط ننزل بالبيضتين، طبعا فوقهم الفانيليا على طول، وكوباية اللبن. طبعا اللبن بتاعنا سخن بس طبعا مش هيعمل حاجة مع البيض، زي ما احنا شايفين كده مش هيسوي البيض خالص. ودلوقتي هننزل بكوب الا ربع سكر، والزبدة بتاعتنا طبعا سيحناها بالشكل ده وسخنة. هننزل برضو بالنص كوباية الزبدة، وهنضربهم بقى ايه في الخلاط. وهنا هنجيب النص كوباية الزبيب هننزل بها كده على الدقيق بتاعنا، والجوز الهند، والبيكنج باودر او الكيك شيف. هنفتحه برضو وننزل كل المكونات الجافة كده على بعضها، وهنقلبها في بعضها بالشكل ده كده. طبعا نقلبها كويس جدا عشان الايه الزبيب بتاعنا يعني يدخل في الدقيق كده كويس. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين. ودلوقتي هننزل بقى على المكونات الجافة دي بالمكونات السائلة بتاعتنا بالشكل ده كده. ونبدأ نقلب بقى، طبعا التقليب في اتجاه واحد. طبعا التقليب في اتجاه واحد، ونتأكد كويس جدا ان مفيش معانا دقيق في قاع البولة كده، وان مفيش معانا اي دقيق متكتل. نجيب السباتيولا كده ونلم الأحرف بتاعة البولة كده عشان نتأكد ان مفيش فيها دقيق بالشكل ده كده.
كده اتأكدنا ان مفيش معانا اي دقيق خالص. تقليبة بقى بسيطة كمان وبكده تكون جاهزة معانا. وكده قوامها هيكون مظبوط. هنجيب بقى القالب بتاع الانجليش كيك، هنديله دهنة زيت بسيطة كده، وهنفرد فيه ورقة زبدة، وهندهن برضو ورقة الزبدة كده بمسحة زيت بسيطة كده بالفرشة برضو. ما تنسوش تحطوا لايك. هنمسح ورقة الزبدة برشة زيت كده زي ما احنا شايفين بالفرشة برضو، والجناب القالب بتاعنا كده بالشكل ده. ودلوقتي بقى نبدأ نصب الخليط بتاعنا. طبعا انا زودت فاض معانا حبة من الخليط، وطبعا انا مزودة برضو في الصينية بتاعتنا كده، المفروض ان احنا ننقصها كمان شوية عشان تعرف يعني ترتفع، تاخد راحتها في الارتفاع. وهجيب الوقت الطاجن صغير كده، وهدهنه دهنة زيت كده بالفرشة، وهنزل عليه بباقي الخليط بتاعنا. وبصراحة انا اخدت ايه يعني مقدار 3 4 معالق كده من الخليط اللي في القالب بتاعنا، عشان طبعا ياخد راحته برضو في السوا والارتفاع وكده، ما يكونش الايه القالب ضيق او صغير. تمام. وطبعا انا غلطت غلطة في الفيديو ده كده. طبعا القالب بتاعي ده انا طبعا ركنته لما جهزت الطاجن وكده. فطبعا الزبيب بتاعنا اللي في الخليط رسى تحت، فدي غلطة مني، المفروض كنت قلبته على طول عشان الزبيب يبقى في وسط القالب بتاعنا كده. بس ده شكلها بقى بعد ما دخلت الفرن طبعا اخدت معايا 45 دقيقة بالظبط، على درجة حرارة 180 على الشبكة، في وسط الفرن. وده شكلها طبعا نطلعها كده تبرد شوية. طبعا هي مش باردة قوي يعني، بس هي بردت بسيط كده عشان برضو وقت الفيديو، وهنحاول برضو نقطعها مع بعض. بس طبعا هي لسه سخنة. طبعا ده شكلها ما شاء الله هشة جدا ومرتفعة ومستوية مظبوط، وطعمها تحفة جدا. بس طبعا الغلطة الوحيدة ان الزبيب طبعا نزل في قاع القالب بتاعنا، بس ما شاء الله تحفة جدا. والابيض اللي فيها ده جوز هند. بصراحة خطيرة، هتعجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك، والسلام عليكم.